معلومة جديدة لسه عارفها حالا إن التمويل العقاري في مصر مش للمصريين بس. لو أنت غير مصري وعندك إقامة سارية في مصر تقدر تاخد تمويل عقاري من الأهلي للتمويل العقاري EMF وتشتري أي وحدة سكني إداري تجاري في أي مكان في مصر وبدون حد أقصى للسعر. طب إيه بقى الشروط الكتير اللي هم محتاجينها؟ رقم واحد، الوحدة لازم تكون جاهزة للتسليم سواء جوه كومباوند أو بره كومباوند في أي مكان في مصر، وتدفع مقدم 20% حد ادنى من سعر الوحده. بس كده؟ بس كده. السؤال المهم هنا، ليه دي بقى فرصه استثماريه هايله لغير المصريين؟ اول حاجه، تقسيط على فترات لحد 15 سنه، وتقدر تأجر العقار وتستفيد منه كمصدر دخل اضافي. والمهم بقى في الموضوع ان فرق العمله هيكون دايما لصالحك، واستثمارك بيزيد قيمته مع مرور الوقت بدل ما الاسعار تعلى عليه. يعني تمتلك العقار النهارده وتستفاد بيه دلوقتي وقدام. اظن مفيش اسهل من كده، وانا هنا بكلمك على شركه من شركات البنك الاهلي المصري، اكبر بنك في مصر. يعني مفيش امان اكتر من كده. وعلى فكره انت ممكن تجرب بنفسك. ادخل بقى على EMF كالكوليت، حدد سعر الوحده والمقدم وشوف القسط الشهري اللي يناسبك والمده كمان. وقتها هتعرف ايه الدخل المطلوب عشان تاخد التمويل ده، سواء بقى بمرتب او ارباح شركتك او اي عوايد ماليه تانية، زي مثلا ايجار عقارات او ودايع في بنوك او ارباح اسهم في شركات جوه مصر او بره مصر. ده غير بقى برنامج EMF ديو عشان لو احتجت تمويل اكبر تقدر تضيف شريك معاك في التمويل. اخر حاجه واهم حاجه ان EMF مش هتقدم لك تمويل وخلاص، دي كمان بتراجع اوراق الوحده من الناحيه القانونيه عشان تبقى عارف انت هتستثمر فلوسك في ايه، وكمان هتوفر لك تقييم عادل لسعر الوحده. وبس كده. شركة الأهلي للتمويل العقاري EMF، كل خطوة أكبر.